بداية أشكر لجنة الميزانيات والقائمين عليها على تعاونهم، وأود التأكيد على بعض الأمور. أود التأكيد على رغبة سمو رئيس مجلس الوزراء بتأجيل الميزانيات إلى حين إقرار انعقاد مجلس الأمة، احتراما للإرادة الشعبية واحتراما لمجلسكم الموقر. وتشرفت شخصيا بإلقاء هذا البيان. هذه الميزانية أود التأكيد أنها استمرار لجهود مستمرة حقيقة من اللجنة الفنية ومن العاملين بوزارة المالية ومن زملاء نواب أفاضل، على سبيل المثال لا الحصر الدكتور بدر الملة، السيد عدنان عبد الصمد، للأمانة اللي عنده تاريخ طويل وخبرة عريقة في الميزانيات، مرت عليهم هذه الميزانيات في السابق. احنا استمعنا لكافة ملاحظات الأخوة النواب في الجلسة، واستمعنا وأخذنا في عين الاعتبار الملاحظات المكتوبة، واستمعنا للملاحظات اللي في اللجنة كذلك. عالجنا أغلب الملاحظات التي وردت، وتعهدنا بمعالجة بقية الملاحظات والمتعلقة في ديوان المحاسبة، ونكرر هذا التعهد اليوم سواء أنا كوزير مالية وأيضا زملائي في الحكومة. ونتج عن هذا الأمر التعديلات الآتية: أضفنا بدل الإجازات، أضفنا الصفوف الأمامية، أدرجنا ميزانية مشروع مدينة جنوب سعد العبد الله، أضفنا مبالغ دعم البناء للمناطق السكنية الجديدة، أضفنا بدل الإيجار للتنازل والبدل، زدنا دعم الأعلاف لمواكبة ارتفاع الأسعار عالميا، عكسنا برنامج عمل الحكومة القادم في ميزانية هذه السنة، علما بأن برنامج عمل الحكومة مدته 4 سنوات يا أخوان، والميزانية هي سنوية، فإحنا بحاجة إلى 4 ميزانيات لعكس البرنامج بشكل كامل. هذه المكاسب كلها ثمرة تعاون مع أخواننا في لجنة الميزانيات، هذه ثمرة التعاون الحكومي النيابي. للأمانة أنا بستغل هذه الفرصة من مجلسكم الموقر للرد على اتهامين للأمانة نلام فيهم إحنا كحكومة وتلام فيهم أيضا لجنة الميزانيات، أن الحكومة والمجلس يقومون ببعثرة المال العام نظير استقرار ومكاسب سياسية، وهذا الكلام اليوم غير سليم إطلاقا. إحنا الصفوف الأمامية وبيع الإجازات هذه التزامات علينا كسلطة تنفيذية، ومن واجبنا اليوم الوفاء بهذه الالتزامات تجاه أبناء الشعب الكويتي، والأخوة في لجنة الميزانيات عاونونا في هذا الأمر. كذلك يعني إدارة المالية العامة للدولة مو نفس إدارة المالية لشركة خاصة. اليوم احنا عندنا مسؤولية اجتماعية تجاه المواطنين الكويتيين، وهذه المسؤولية نحاول أن نقوم فيها على أكمل وجه، بما لا يعزز انعدام الرشد في صرف الأموال، وكذلك بما يعزز من رفاهية المواطن الكويتي اللي أكدنا عليه وأكد عليه سمو الرئيس في أكثر من محفل. الأمر الثاني، توجه للجنة ولنا اتهامات أن هذه الأموال ستزيد من التضخم في الكويت، وإحنا نقولها اليوم بشكل واضح وصريح: مشكلة التضخم في الكويت أكبر بكثير من موضوع مكافأة الصفوف الأمامية ومن موضوع أيضا بيع الإجازات. مشكلة التضخم اليوم هناك جزء خارجي يتعلق في أزمة كورونا، يتعلق في الحرب الأوكرانية الروسية، يتعلق في التأثير على سلاسل الإمداد، واختلالات داخلية تتعلق في البيئة الاحتكارية وشح الأراضي، وهذا عندنا مثبت في الدليل. اليوم التضخم في الكويت 4.2%، أكثر من متوسط دول الخليج. متوسط الراتب الشهري لرب الأسرة الكويتي 1534 دينار، ينفق 33 منها على السكن يا أخوان، وهذا بسبب شح الأراضي وندرتها. والمجتمع اليوم قاعد ينمو، لكن البقعة الجغرافية اللي احنا عايشين عليها ما قاعد تنمو في المقابل. لذلك احنا توجهنا الأساسي في هذه الحكومة كإصلاحات هو تحرير أراضي الدولة. كل هذه العوامل تستوجب على الحكومة أن تدعم مواطنيها. طيب احنا سوينا شيء جديد اليوم كحكومة وكلجنة؟ لا، ما سوينا شيء جديد. هذه بعض الإجراءات التي قامت فيها دول الجوار وأيضا دول عالمية. السعودية 20 مليار ريال دعم اجتماعي، الإمارات كذلك، اليابان 103 مليار دعم اجتماعي، مصر دعم اجتماعي، تركيا دعم اجتماعي، قطر دعم اجتماعي. كل هذه الدول لديها معدلات تضخم
وأيضا تدعم مواطنيها بالمعقول، وكذلك هذا نهج الدولة. فلما احنا ندعم المواطن الكويتي ندعمه من باب المسؤولية لمواجهة غول التضخم. وإذا نبي نعالج هذه المشكلة نعالجها من أساسها ومن جذرها عن طريق الحرص على استقرار الأسعار وإدارة العرض والطلب للقضية الإسكانية ودعم الأسر منخفضة الدخل، وهذه الأمور كلها احنا متجهين لها كحكومة. في الختام أنا أقول أن قدرنا اليوم كحكومة ومجلس أن نكون في هذه الظروف، وطريق الإصلاح طويل ويحتاج إلى تعاون، وهذه ثمرة التعاون مع لجنة الميزانيات الأمانة توجناها في هذه الميزانية، وإحنا على أتم الاستعداد لسماع كافة الملاحظات أيضا في أي وقت ومعالجتها. كل الشكر لكم.